السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل واحد راه معنا في هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الا شتي الفيديو حتى الاخر وعجبتك الوصفة ما تنسي الجيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كاع الفيديوهات اللي راني نحط. الوصفة تاع اليوم صاب لي سنيوة اقتصادي وغير بالزيت. واش نحتاجو؟ نبداو على بركة الله. الوصفة واش نحتاجو؟ الوصفة 2 حبات بيض درجة حرارة الغرفة، نص كاس سكر، رشة تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ونطلعو الخليط حتى يذوب لنا قاع السكر ويطلع لنا خليط كريمي. نجيبو نص كاس زيت نزيدوه بالتدريج ماشي دفعة واحدة، نبداو نخلطو حتى يدخل الزيت كامل وما يطيحلناش الهواء اللي دخلناه في الخليط. نزيدو رشة تاع الملح اللي لازم تحضر في كل حلوياتنا، مع 2 مغارف مايزينا بومبي. نزيدو نخلطو شوية وكيس خميرة كيميائية، نخلطو شوية بالفوي ولا بالباتر، بعد نحبسو تخلط. نزيدو الفرينة غير بلا سباتول. في الدفعة الأولى نزيد 2 كيسان فرينة، ندخلهم مليح، كي تدخل الفرينة نقسم العجينة إلى قسمين متساويين. القسم الأول نزيدو الفرينة حتى توصل على عجينة صابلي، والقسم الثاني نزيد له 2 مغارف كاكاو، ونكملو الفرينة اللي يحتاج الفرينة. السنيوة اللي حنخدمو بيها القياس تاعها 25 على 30. الكمية تاع العجين تجي سوا في هذه السنيوة في الارتفاع ولا الكمية. نجيبو العجينة تاعنا نقسموها إلى 8 أجزاء متساوية، كيس شوكو كي الفاني، باش نديرو واحد شوكو واحد فاني. نشكلو العجينة حنا باش صغار، ونحطو في سنيوة واحد بواحد، واحد فاني واحد شوكو، واحد فاني واحد شوكو، حتى نتحصلو على هذا الشكل، يجي مغبغي ولا زاغبغي كيما حبيتو سميوه. حتى نتحصلوا على هذا الشكل نسووها مليح وندخلوها في فرن 180 درجة حتى تطيب لنا من التحت ومن الفوق. انا هنا قلبتها باش ندير شوكولا على وجه اللي طابت عليه باش تجيني متسوية. كي تبرد نذوب شوية شوكولا على حمام مائي ونزيد لها 2 مغارف كبار زيت. انا كسرت لها الجوز، تقدري تزيدي لها كاوكاو، ونقلاصيو بيه الوجه تاع الحلوى تاعنا. كي تنشف الشوكولا نقسموها بالموس المنشار. انا قسمتها كاريات، انت تقدري تقسميها مستطيلات مقروضات كيما تحبي، الذوق يولي ليك. مع كاس حليب مع قهوة العصر، هذه هي الحلوى اللي تولمك. سنيوة 25 على 30، وقطعت لي كمية لاباس بيها، جربيها وما حاش تندمي. إلا عجبتكم خياتي الوصفة ما تنسوليش هذاك الجام للمزيد من الوصفات الاقتصادية والسهلة. لحقنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، واللي لحقت لهنا نقول يعطيك الصحة اللي كملتي الفيديو حتى الاخر. في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.